السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في مطبخ الحاجات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه يا ربي. اللي مريض يا ربي تشافيه. اليوم ان شاء الله غنصوب معكم غريبه كتجي لذيذه وسهله وهشيشه كيف ما كتشوفوا كتذوب في الفم. واللي مهم في هذا الشيء كامل انها صحيه. غنوجدوها بالدقيق ديال الذره. الدقيق ديال الذره اللي مهم للناس اللي عندهم المشكل ديال الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم مشكل ديال القبض، الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، راه مهمه ليهم الذره. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى للاخير. الا عجبكم ما تنسوش تبارطاجيو باش تعم الفائده وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. خديت جوج ديال البيضات، كنضيف عليهم كاس ديال السنيده، كنضيف واحد شويه ديال الملح وواحد القبيصه، كنزيد كاس ديال الزيت ما يكونش عامر بزاف، نصف كاس ديال الحليب. كيف ما شفتوا انا عندي كاس ولكن ما غنستعملوش كله، غنستعمل غير النصف ديالو. وكناخذ واحد الحامضه، كنستعمل نصف حامضه، كنستعمل غير القشره ديالها، كتحكوها بواحد الحكاكه رقيقه على هذا الشكل. الا ما متوفرش عندكم الحامض ممكن تعوضوه بالفاني، ولكن راه صراحه هذا الحامض هذا راه كيجي زوين في هذه الغريبه هذه. خصوصا هذا الحامض اللي كيكون خضر على اللون ديالو على هذا الشكل، راه كيكون النكهه ديالو مجهده. عندي هنايا تقريبا واحد 3 المعالق ديال اللوز، و3 المعالق ديال الكركاع، و3 المعالق ديال الزبيب. هاد المكونات ماشي ضروريين في هذه الوصفه، غير انا بغيت ندخلهم في هذه الغريبه باش تجيني غريبه يعني تجي لذيذه اكثر. قطعت اللوز والكركاع بالموس غير طريفات صغار. تقريبا المجموع ديال هاد المكونات اللي درت تقريبا واحد كاس الا ربع بين اللوز والكركاع والزبيب، يعني ماشي شي كميه اللي كبيره، غير شويه. الا ما عندكمش كيف ما قلت لكم ممكن ما ديروهمش. صافي. عندي هنايا تقريبا غنستعمل واحد نصف كيلو ديال الدقيق ديال الذره. انا دابا استعملت غير رابعه، عاد غنضيف الرابعه الاخرى. غندير واحد رابعه ديال الدقيق الابيض اولا الفورص. هاد الدقيق هذا علاش غنديرو؟ لان الذره كيف ما كتعرفوا ما فيهاش الجلوتين. الجلوتين هو اللي كيخلي لنا العجينه كتجي مجموعه. داكشي علاش درت هاد الفورس هذا باش يجيني هاد الخليط ديال هاد الغريبه مجموع شويه. صراحه هاد الغريبه راه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها. وعاد كيف ما قلت لكم راه الذره راه عندها بزاف الفوائد مهمه، وما كان يعني ما كان شي حويجات اللي مهمين ما كنوظفوهمش في الوجبات ديالنا ولا في يعني في الاطباق ديالنا. حاولوا تستافدوا من القيمه الغذائيه اللي كاينه في هذه الحويجات. الذره راه مهمه للبشره، يعني كتحمي من التجاعيد، مهمه للناس اللي عندهم القبض، يعني مهمه بزاف للهضم. كيف ما قلت لكم وما كنستعملوهمش بزاف بحال هاد المكونات اللي مفيدين. درت جوج خمارات، المجموع ديالهم 14 غرام. صافي. وكنحيد الضراب اليدوي وكنبدا غير بيديا كنعجن، ما كنعجنوش غير كنجمعو خليط. كنضيف هنايا كيف ما قلت لكم رابعه اخرى ديال الدقيق ديال الذره. يعني في المجموع خدات لي تقريبا واحد نصف كيلو. زيد واحد شويه، زيد واحد 2 المعالق على نصف كيلو ديال الذره، ورابعه ديال الفورس. صافي كنخلطو مزيان. نتوما حاولوا تغسلوا يديكم، عاد تبداو تكوروا في غريبه على هذا الشكل، لان يديكم ملي كتكون عامره بالخليط ما كتشوفوش، يعني ما كتبغيش تجمع لكم هاد غريبه هذه ما كتبغيش تجمع لكم. حاولوا تغسلوا يديكم ودهنوها بواحد شويه ديال الزيت، عاد بداو تشكلوها كويرات على هذا الشكل. وحاولوا تبعدوا بيناتهم لان فيها جوج خمارات، يعني غيزيد الحجم ديالها غيكبر وغتزيد غتنفخ من الفوق. بالنسبه للاطا درت ليها انا هاد الورق ديال الزبده، ولا ممكن تدهنوا غير بشويه ديال الزيت. صافي. وكتبداو كتشكلوا في كويرات يكونوا حجم واحد. وضروري تدهنوا يديكم كيف ما قلت لكم بشويه ديال الزيت باش العجينه تجيكم مجموعه. صافي.
نسخنوا الفران مزيان. مهم ان الفران يكون سخون مزيان من الفوق ومن التحت، وكندخلوا اللاطه للجهه الفوقانيه كاع. هانتوما شفتوا دخلت للجهه الفوقانيه كاع. الفران راه شاعل على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. كنخليوها حتى كتشقق. علاش كتدخلوا اللاطه من الفوق؟ باش كتجيكم مشقه على هذا الشكل حتى كيتشقق الوجه ديالها. عاد كتهبطوها لتحت باش كتكمل الطياب ديالها. المهم ان الفران خاصو كيف ما قلت لكم يكون سخون مزيان. واول ما كتدخلوا اللاطه كتدخلوها من الجهه الفوقانيه هي الاولى، عاد كتهبطوها لتحت كتكمل الطياب ديالها. ما كتاخذش شي وقت طويل، كتردوه معاه البال حتى كتشقق كيف ما قلت لكم على هذا الشكل. اللون ديالها كيولي ذهبي، كطيب من الجهتين. وكتقدموها بالصحه وبالراحه. شي حاجه اللي ماكله ودواء كيف ما قلت لكم. الذره راه مهمه بزاف بزاف الفوائد عندها. ان شاء الله نتطرق ليها في فيديوهات اخرين. وعندها بزاف الاستعمالات، كنصوبوا بها الحسوه، كنصوبوا بها بزاف الوصفات. ان شاء الله نذكر لكم المزايا ديالها.